عندما أجبرت أو أسرت القوات اليابانية 75 ألف جندي أمريكي وأمرتهم بالمشي على الأقدام لمسافة 65 كيلومتر وصولا إلى معسكرات الأسرى. بسنة 1942 أثناء الحرب العالمية الثانية سجلت أكبر عملية استسلام بتاريخ البشرية، وهذه العملية سجلت باسم الجيش الأمريكي، حيث استسلم ما يقارب 78 ألف جندي أمريكي لأقل من 4 ألف جندي ياباني. في وقتها اليابانيون جعلوا الأمريكيين يمشون لمسافة أكثر من 65 كيلومتر، ومع عدم توفر الطعام لهم مات خلال هذه المسيرة 6 ألف جندي أمريكي. وتعتبر أمريكا هذه الحادثة وصمة عار في تاريخها. ورغم وصمة العار هذه إلا أن أمريكا واليابان في الوقت الحالي هم أكبر حلفاء، لذلك أمريكا لا تذكر هذه النكبة في أفلامها الوثائقية والكتب التاريخية التي توثق حروبها، بل تذكر الإنجازات التي تخترق القانون الدولي وحقوق الإنسان وتعتبرها إنجازات عظيمة بالنسبة لها.